مثلا الاستاذ محمد صبحي يقول ان ده لا يعتبر مسرح، وانه مجرد سكتشات وتنمر. ولا تيجي الاشكاليه، هل هو مسرح؟ المسرحيه زمان كانت بتاخد وقت عشان تتكتب، سنتين مثلا او 3 سنين، ويقعدوا بروفات سنه كامله وتتعرض على مدار 3 سنين، وساعات بتقعد اطول زي مسرحيات الزعيم عادل امام. وده كان بيخلي وقت العرض طويل. ده لو انت هتروح تحضرها بقى في بريك، ترى الفصل الاول بيخلص تقعد فتره على ما يجهزوا المسرح. ولما بتتفرج على التلفزيون بتلاقي الحلقه بتعدي ال3 ساعات برضه، وبيبقى وقتها طويل. وده كان بيخلي مفيش مسرحيات كتير في الوقت ده. يعني مثلا كنت صعب تلاقي عادل امام بيعمل مسرحيتين في نفس الوقت، وبرضه مسرحيات عادل امام دي ممكن تعدها على ايدك اصلا. لكن معظم المسرحيات تبقى ساعه اصلا. لو في مره عدت الوقت ده ممكن يقسموا المسرحيه على مسرحيتين عرض تلفزيوني مش في نفس الوقت. وخلي بالك ان كل اسبوع في مسرحيات جديده بتتعرض، وده اللي خلى في مسرحيات كتير. وزي ما ده شيء ايجابي برضه شيء سلبي، لان مش كل المسرحيات بتبقى حلوه، في مسرحيات بتبقى اقل من المتوقع. وخلي بالك ان المسرحيات بتاعت زمان لو طلعت وحشه او ما عجبتش الجمهور يبقى راحت فلوسك يا صابر، عشان زي ما قلت لك بتبقى كتابتها على وقت طويل، والبروفات ودي حاجات مش ببلاش، الحاجات دي بفلوس. ومسرح مصر كان وقته اقل، وانا رايي ان ده شيء عادي. زي ما كل شيء بيتطور المسرح برضه اتطور، بمعنى ان المسرح زمان كان بتبقى المسرحيات الكوميديه بشكل هزلي جدا، والمسرح اللي بجد كان بيبقى بشكل درامي اكتر زي الملك لير وهاملت ومسرحيات تانية، ودي كانت عروض مسرحيه بجد. فضل المسرح الكوميدي يتطور لحد ما وصل للشكل اللي بعد